رونالدو حقق حلمه واللاعب صار رئيس. وبعد تجديد عقده اللي مليان أرقام فلكية في شيء كتير مهم الناس ما اهتمت فيه كتير، هو ال 15% اللي رح يمتلكها رونالدو بالنادي واللي تقدر قيمتها ب 33 مليون جنيه استرليني. ولو الكلام فعلا حقيقي ال 15% رح تعطي رونالدو كلمة باختيار اللاعبين والمدربين أكثر من قبل. يعني من الآخر بده يجيب اللي هو بيشوفه مناسب وبدون أي محاسبة من حدا. مش بس هيك، كمان في كلام إنه صديق رونالدو المقرب خوسيه سيميدو رح يكون رئيس اللجنة الفنية اللي بتختار اللاعبين. رونالدو بلش يفرض سيطرته أكثر جوات النادي، ومو بس هيك عم يجيب أصحابه معه كمان. المهم إنه جمهور النصر بالموضوع انقسم لقسمين، قسم شجع الفكرة وعم بيقول يا ريت يصير 100% مو بس 15% لأنه رونالدو مجتهد حتى خارج الملعب، وناس تانية عم بتقول إنه النادي النصر أكبر من أي لاعب والشيء اللي عم بيصير مع رونالدو ما له داعي، ورح يطلع الفريق بالآخر بموسم صفري وما رح يحقق ولا لقب. السؤال هون، هل بعد كل هذا الدعم المادي والمعنوي رح نشوف النصر رح يروح على مكان تاني مع رونالدو؟